خليني اقول لك ان اكتر حاجه بتبسطني قوي قوي لما حد يبعت لي سكتشات هو رسمها وبيحاول يتعلم معانا في حته ورقه قديمه، يقول لي مثلا انا كنت قاعد بستنى عند الدكتور فقعدت اشخبط، انا كنت في درس، انا كنت مش عارف في مشوار، انا كنت قاعد بستنى واحد صاحبي، ويبعت لي اي ورقه كده من اي نتيجه او اي اجنده كده مقطوع منها ورقه، وبيحاول يعمل الشخبطات اللي احنا بنعملها دي حاجه بتفرحني جدا، وهي دي رسالتنا فعلا. احنا دلوقتي بص، احنا مش محترفين رسم ولا حاجه، احنا مش عايزين نحترف، احنا عايزين بس ايه يعني نكتسب هوايه كده تبسطنا كده في الحياه. السكتش بتاع النهارده مش هنرسم فيه وشوش جديده، احنا هنشتغل على الوشوش القديمه. كل اللي هنعمله ايه، ان احنا هنلبس الوش ده نضاره. هل انا لما البس نضاره، هل النضاره دي بتخلي عيني مكان مناخيري، مكان بقي، مكان وداني، الدنيا بتتلخبط في وشي، ولا هو وشي بيفضل زي ما هو؟ لان في ناس كتير بتتلخبط جدا لما تيجي تضيف اي حاجه على الوش، سواء طاقيه او نضاره او اي حاجه على الوش. طيب خلينا بقى نلبس الراجل ده مثلا نضاره. شايف الخط اللي بالعرض اللي احنا قلنا بيترسم عليه العينين؟ الخط ده انا هعمله بس فوق العين بشويه، يعني جاي على المناخير كده من فوق. تمام. والنضاره بتبقى عباره عن ايه؟ عدسه قدام العين دي، وعدسه تانية قدام العين دي. بس انا كده يعتبر خلصت، اعتقد كده مش عايزين مني حاجه. هي دي الفكره ببساطه. النضاره بتبقى عباره عن عدسه قدام العين دي وعدسه قدام العين دي، وفي زي اللي هي ايه الوصله اللي بينهم دي اللي بتبقى فوق المناخير بس. طيب في بقى دراع النضاره من هنا ودراع النضاره من هنا، ده بيبقى رايح لهناك، انا مش محتاجه في الرسمه دي في حاجه. هحتاجه امتى؟ لما يكون عندي رسمه بالجنب زي ده كده، زي الشخص ده كده مثلا. او الخط اللي فوق العين هنخليه بس جاي من فوق المناخير كده وجاي على الودان، لان الدراع نهايته على الودان، هو داخل في الودان كده، يعني دراع النضاره داخل كده. تمام. وتعمل بقى ايه؟ العدسه قدام العين دي، وفي عدسه هناك بس يبان منها حته بس صغيره كده عشان يديني احساس النضاره. تمام. بس نكتر اكتر من كده، تعال نكتر علشان ايه، ندوس في التفاصيل اكتر ونحس ان احنا طلعنا خطوه لقدام. تعالى للشخص ده مثلا، احنا اتفقنا ان النضاره عباره عن عدسه قدام العين دي وعدسه قدام العين دي، وفي النص الوصله اللي ما بينهم دي اللي هو كانوا بيسموها المخدات او حاجه زي كده، يعني اللي هي بترتكز على المناخير. تعالى كده نلبس الراجل ده مثلا نضاره بس العدسات بتاعتها مدوره، دايره قدام العين دي ودايره قدام العين دي، وهعمل وصله بس اهي. خلاص في دراع بقى رايح الودن دي ودراع رايح الودن دي. تمام. طيب النضاره دي انا عاوز اخليها نضاره شمس. في ناس لما بتيجي ترسم النضاره الشمس بتروح ايه، يعني بتدهن العدسه، بتخليها سودا خالص، وهي مش كده. انت بس ايه، عايزك تظلل الدايره دي اللي هي العدسه دي والعدسه دي، تظللها بايد خفيفه شويه بحيث ان العين تحت برضو تبان. يعني انت لما تيجي ترسم شخص لابس نظاره بترسم الوش اول وبعد كده بتلبسه النظاره، ما تلبخش نفسك بانك يعني ايه تمشي بخطوطك الوش مع النظاره مع بقيه التفاصيل، فتحس ان انت الدنيا ايه بتطير منك كده. تعال نظلل ده كده بشويه، هظلل من فوق جامد وهخف ايدي. شوف بخف ايدي بحيث برضو ايه العين اللي تحت بتبقى باينه. النضاره الشمس ما بتبقاش برضو ايه غامقه قوي. تمام. الا في بعض الانواع يعني، بس انا عايز برضو ابين ايه ان انا يعني ايه ليا في التفاصيل شويه. تمام. انا بخف ايدي من فوق تقيل ومن تحت كده بخف ايدي. يبقى كده ده راجل لابس ايه، نضاره غامقه او نضاره شمس او اي حاجه. تمام. طبعا في انواع بتبقى النضارات بتبقى غامقه جدا، اغمق من كده بكتير، بس يعني حسب بقى ما انت ايه بترسم. طبعا لما بترسم بقى الكلام ده بالرصاص بيبقى ايه احسن بكتير. تمام. بس احنا ليه بنرسم بالقلم الجاف؟ علشان نتعود ان احنا اي ورقه قدامنا او اي قلم نديها على طول. تعالى كده الراجل ده نعمل له برده عدسه قدام العين دي وعدسه قدام العين دي، بس هنا بقى شايف عينه كبيره جدا، فايه لما اجي ارسم النضاره انا دلوقتي ملتزم بان النضاره تكون خط مستقيم. خط مستقيم يعني ايه؟ ماشي، مش خط مستقيم يعني من فوق لازم خط مستقيم، لا هي خط مستقيم يعني الدايره دي قد الدايره دي كانهم ماشيين في خط مستقيم بالظبط، او العدسه دي والعدسه دي كانهم ايه ماشيين في خط مستقيم بالظبط. تعالى البس الراجل ده نضاره، هقوم ملبسه برده ايه، ادي عدسه قدام العين دي وعدسه قدام العين دي. طبعا مهم جدا يبقوا قد بعض. تمام. ما تقيسهاش بالمسطره بس حاول بالنظر. طيب اول ما بتجرب كده وانت اصلا اول مره ترسم، مش لازم طبعا تطلع بنفس الدقه بتاعه الايه اللي انت بتشوفه مثلا في الفيديوهات او الكلام ده، لا يعني مش لازم. فارحم نفسك شويه، مش كل ما تبعت لي بقى حاجه وتقول لي انا هبعت لك حاجه بس هي مش حلوه، مش حلوه. بص احنا ما بنقولش كده خالص، يعني الكلام ده شيله من دماغك خالص. غمى بس الحته دي كان هي رايحه كده على الودان. طيب تعالى نعمل للراجل ده بقى لما يكون بقى واحد مثلا النضاره بتاعته مكعبله، انا عايز اعمل النضاره مكسوره مثلا او حاجه، بروح عامل الخط اللي هو اللي بالعرض ده بعمله ايه. شوف بقى انت هتعملها ملوحه ازاي، يعني ممكن اخليها بالعرض كده. تمام. اهي وادي دايره، وادي اللي على المناخير، وادي الدايره التانية.
تمام. ممكن بقى ايه نفسخ له الدراعات دي شويه، نخليها ايه، نغمقها بقى سنه. تفصيله كمان بس قبل ما امشي عشان ابقى ايه قلت كل حاجه في الموضوع ده. دلوقتي الوصله اللي بتبقى مرتكزه على المناخير لازم تكون على المناخير من فوق؟ لا مش لازم على المناخير من فوق، ممكن تكون على المناخير مثلا من الطرف تحت زي كده. يخليها مثلا دايره كده ودايره كده اهي. عارف انت لما يبقى حد منزل النضاره من على مناخيره كده شويه، وادي الوصله وادي الدراعات بتبقى باينه اكتر لانه زي منزلها كده ايه لتحت. الناس اللي بتلبس نضاره قراءه بتبقى عارفه الوضع ده كويس. في واحد بيبقى حاطط النضاره عند راسه، اللي هو بيبقى رافعها على راسه كده اهي. بس ايه هنا بقى هعمل الدايره مش دايره بقى مظبوطه، لا هعملها بيضاويه بحيث ان الدايره مايله لهناك شويه، تمام، لان هو رافعها على راسه من فوق. تمام. وادي البتاع اللي هي الوصله اللي بتبقى على المناخير، بس بقى مش على المناخير خالص، هو رافعها خالص، فالدراع بقى بيبان ايه. المهم يعني ايه، هي بتطلع وبتتحرك، نقطه الحركه بتاعتها عند الودان، اللي هي اصلا مرتكزه على الودان من ورا، اللي هي الدراعات دي يعني عامله زي الخطاف كده نازله على الودان. تمام. غمق بقى شويه، اعمل لها دايرتين كده، تمام، كأن حد ايه ده رافع النضاره مثلا. وبس كده، هي دي الفكره ببساطه جدا. مهم بقى ان انت تجرب وتعمل سكتشات كتير. مطلوب منك ايه طبعا معروف، اي ورقه واي قلم وتبتدي تشتغل سكتشات. ما ترسمش على السكتشات القديمه، لا ارسم وشوش من الاول وجديد عشان تبقى برضو فرصه ان انت تتمرن على رسم الوشوش اكتر. احنا بس عملنا كده عشان وقت الفيديو مش اكتر يعني.